نبتدي كده الأول نتكلم على ميزانية البيت. الست هي اللي بتبقى دايما ماسكة ميزانية البيت ومصروف البيت. ايه النصايح اللي تقدري تقوليها لها؟ اهم حاجه ان انا اشوف ايه الحاجات الزياده اللي انا بعملها، يا اما كميات بهدرها، اقلل الكميات دي، يا اما كميات مش بهدرها باكلها لاسرتي، فدي تعتبر سموم، فان انا يعني احاول ان انا اقلل الكميات. اوكي. كنا زمان بنتكلم في الكيلو والنص كيلو، بدانا نتكلم بالجرامات، حتى لما بندخل في مطاعم فبيقول لنا القطعه دي كام جرام. مظبوط. فاعتقد انه تقليل الكميات هيحافظ على جسمنا وشكلنا، ده بالنسبه يعني الميزانيه الخاصه بالاكل. أي. بقى في بقى يعني حاجات تانية كتيرة ممكن نضغطها، زي الخروج، ان انا اعوض الخروج في اماكن معينة ترفيهية، بالنوادي اللي هي اقل تكلفة، بالحدائق والكلام ده كله، كلها بقت يعني حتى بتدينا ان احنا بنقدر نتنفس نفس نظيف. وخدي بقى على ده كل حاجة، حتى مواصلاتي ازاي ان انا اقدر اقللها. امسك ميزانيتي كلها كده واشوف هضغطها ازاي، وبناء عليه انا هقدر احقق حاجات تانية. يعني انا بقلل استهلاكي النهارده عشان بكره ان شاء الله يبقى عندي مبلغ كده اقدر اجيب بيه كل اللي نفسي فيه واسرتي نفسها. طيب طبعا كل اللي قلتيه ده حاجات مظبوطه جدا،